اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. دائما في اطار الوجبات الرمضانيه، اليوم جيتكم باقتراح ديال الكغاطان بالبطاطا وبالدجاج اللي كيجينا معلك وفي نفس الوقت ما كياخذش معنا وقت طويل باش يوجد لينا. الا كيعجبكم هذا النوع ديال الوجبات الرئيسيه ديال الكغاطان، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وشوفوا معايا الطريقه والمكونات اللي اعتمدت، وعلى بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. اول حاجه غادي نحتاجوا اللي هي البطاطا. انا خدمت هنايا بالكميه ديال كيلو ديال البطاطا، واي نوع ديال البطاطا عندكم لان غادي نحتاجوه غير في الكراتان. كنقطعوه على الطريقه على 4 باش يطيب لينا بالزربه وما ياخذش معنا وقت طويل، وكنديروه في الماء باش يتسلق. كنديروا الكميه ديال الماء اللي غادي تناسبنا. من بعد كنزيدوا عليه هنايا معلقه صغيره ديال الملح. معلقه صغيره راه كافيه، لان في الاخر غادي نخدموا بالفخوماج باش ما يجيناش مالح بزاف. صافي هنايا من بعد ما تقريبا هنا خدات ليا شي 10 ديال الدقائق ما كاملاش. من بعد كنشوفوا البطاطا ملي كطيب لينا، راه كنطفيو عليها وكنخليوها في الشبكه حتى كتسقطر من داك الماء ديالها. يعني ما كنخليوهاش هنا في الماء، كنديروها في الشبكه كنخليوها كتسقطر. هكا ملي كنخدموا بها كتجينا شويه ناشفه. كنخليو كيف ما قلت لكم البطاطا على جنب، وكناخذ واحد المقله باش كنوجدوا هنايا الحشوه. كنديروا تقريبا هنايا 4 ديال المعالق كبار ديال زيت المائده عامرين، وكنزيدوا عليهم هنايا الدجاج اللي مقطع على يعني القطع صغيره على هذه الطريقه هذه. انا هنايا عندي الكميه ديال 400 غرام ديال الدجاج، وانتم كتخدموا بالكميه اللي بغيتو ديال الدجاج. كنشحروه مزيان في هذاك الزيت لواحد المده ديال 3 ديال الدقائق حتى كيتبدل اللون ديالو وكيتشرب شويه ديال هذيك الزيت. وكنزيدوا عليه هنايا البصله. هنا خدمت تقريبا بصله متوسطه اللي قطعتها لقطع صغيره اولا لضمات صغار. كنزيد عليها هنايا فلفله خضراء وفلفله حمراء حتى هي قطعتها لقطع صغيره. ولا كانت عندكم الفلفله الصفراء حتى هي كتزيدوها، راه كتعطي واحد الشكل زوين في الاخر. هنايا كنشحروا كل شيء، يعني دوك البصله والفلفله كنشحروهم واحد شويه حتى كتهبط لينا واحد شويه، يعني ما كيبقاوش معنا واقفين. وكنزيدوا هنايا 2 تومات كبار. انا هنا درت 3 متوسطين، نتوما الا عندكم كبار كديروا 2 تومات كبار. كنحكوهم وكنزيدوهم على هاد الحشوه هذه اللي عندنا. صافي هنايا كنزيدوا عليهم التوابل. احتاجيت هنايا معلقه صغيره ديال التحميره اولا البابريكا، نص معلقه ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال الملح. وكيف ما قلت لكم الملح ما نكثروش منها لان في الاخر غادي نزيدوا عليها الجبن. كنشحروا هنايا كلشي لواحد المده ديال 5 ديال الدقائق حتى داك الدجاج والخضره اللي درنا كتشرب هذيك العطريه ولا دوك التوابل اللي درنا. ومن بعد كنزيدوا عليهم 2 معالق كبار ديال صلصه الطماطم اللي حتى هي كنشحروها مع الدجاج ديالنا. ومني كنحسوا بها انها صافي يعني تجانست لينا مع المكونات اللي عندنا، صافي هنايا كندوزو من بعد كنقصوا على البوطه. كنخليوها على عافيه اللي كتكون مهيله، يعني العافيه تكون قليله بزاف هكا باش الدجاج ديالنا يدخلوا داك الطياب بالزربه وما يتحرقش لينا. وفي نفس الوقت كنحصلوا على ديك لاصوص اولا ديك المريقه اللي كتجينا معلكه في الاخر. هنايا صافي كندوزو كنمرقوا داك الدجاج، ما كنحتاجوش الماء بزاف. تقريبا هنايا درت كاس صغير مع مرش ديال الماء بارد، غير فاش داك الدجاج يعني كيطيب لنا شويه. وفاش ديك لاصوص الطوماط اللي درنا كتلقى ديك الماء فين تعطينا ديك المريقه ولا ديك لاصوص في الاخر اللي تكون خاطره. كنغطيو عليها وكنخليوها حتى كطيب وكتشرب لينا. راه ما خداتش ليا هنايا تقريبا حتى 5 ديال الدقائق. وكتشوفوا هنايا لاصوص كيفاش جاتنا معلكه. كنخليوه على جنب وكندوزو للبطاطا ديالنا. البطاطا هنايا كتشوفوا يعني من بعد ما تسلقات لينا واستقطرات من داك الماء، كتشوفوا هنا راه كتجي ناشفه. كندوزو هنايا كنمعسوا البطاطا ديالنا بالمتوفر عندكم بهاد الاله اولا بالفرشيطه، اولا يعني الا ما عندكمش كديروا غير الحكاكه ديال الفرماج حتى كنحصلوا على هاد القوام هذا باش كتجينا البطاطا محكوكه. من بعد كنزيدوا عليها 2 معالق كبار ديال الزبده، وكنزيدوا عليها كاس ديال الحليب كيكون سخون. وكنزيدوا عليها من بعد يعني شويه ديال الفرماج محكوك اولا الفرماج غابي، ومعلقه يعني نص معلقه صغيره ديال الملح. وكندوزو هنايا كنديرو بالميكسور، يعني كنطحنوا كلشي حتى كنحصلوا على لا بيغي ديال البطاطا اللي كتكون معنا رطبه. كنكملوا هنايا بنفس الطريقه حتى كنحصلوا على النتيجه اللي بغينا. هنا كنشوف بان القوام ديال لا بيغي ديالنا مازال ثقيل. غادي نزيد عليها كاس واحد اخر ديال الحليب سخون، يعني احتاجيت 2 الكيسان ديال الحليب سخون باش غادي نقدر نحصل على لا بيغي اولا على القوام اللي بغيت وتكون البطاطا ديالنا رطبه. كنكملوا هنايا بنفس الطريقه يعني بالميكسور كنطحنوها
على هاد الطريقه هذه. نتوما الا جاتكم يعني عينيكم ميزانكم الا شفتوا يعني البطاطا في الاول ما جاتكمش قاصحه بزاف، راه كتحتاجوا غير كاس ونص ديال الحليب سخون. انا هنا احتاجيت 2 كيسان. صافي هنا كتشوفوا معايا القوام ديال البطاطا. صافي هذا هو القوام اللي بغيت يعني ديال لا بيغي ديالنا. كنخليها على جنب وكناخذ هنايا المول اللي غادي يدخل الفرن. المول بالمتوفر عندكم، انا خدمت بهذا اللي داير. كندهنو هكا شويه بالزبده باش ما تلصقش ليا البطاطا ملي ندخلها للفران. وكنبدا هنايا كنوزع البطاطا ديالي حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال لا بيغي. وباش نوصلوا لهذا القوام ديال لا بيغي، ملي كتسلق لينا البطاطا ما كنجيوش ونخدموا بها ديريكت، يعني كنخليوها حتى كتسقطر من داك الماء كامل هكا، باش ملي كنطحنوها وكنبداو نخدموا بها ما كتبداش تطلق لينا الماء اللي فيها وكتجينا فيها الماء. يعني ها كنخليوها حتى كتسقطر باش كتجينا شويه ناشفه، وكنبداو نخدموها بالمكونات اللي شفتوا معايا. هنا كنبدا نسرح لا بيغي ديالي في المول، يعني باش كتجينا متساويه، يعني كيجينا واحد السطح متساوي. كنخدمها هكا بالمعلقه ولا باي حاجه عندكم حتى كنحصل على واحد السطح اللي كيكون متساوي. صافي هنا من بعد ما كنكملوا من لا بيغي، غادي ندوز هنايا نزيد من فوقها الحشوه ديال الدجاج اللي وجدت معكم في الفيديو. هنايا حتى هي كن يعني كنفرقها ولا كنوزعها على لا بيغي ديالنا ديال البطاطا، باش هكا يعني بشكل متساوي هكا، باش كيجينا الكراطان عامر كله من الفوق من الدجاج وكتجينا مقاده. وبالنسبه للناس اللي كيعجبكم، الا كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات ديال لي كراطان وبغيتوا تنوعوا بهم الطابله ديالكم وتبدلوا بهم يعني الطابله ديالكم ديال رمضان، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف مجموعه ديال الروابط ديال لي كراطان اللي وجدت معكم من نهار بديت اولا من نهار حليت القناه. يعني الا كيعجبوكم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات، شوفوا معايا هنا الشكل كيفاش كيجي من الفوق، يعني راه كتجينا مغطيه كامله بالحشوه ديال الدجاج. وكندوز هنايا كنزيد الفرomاج غابي او الجبن المبشور، حتى هي كنحاول درت الكميه اللي احتاجيت باش كنقادها من الفوق وكتغطي لينا هذاك الكراطان ديالنا كامل. صافي هنايا من بعد ما كنكمل كندخلها للفرن، كطيب في مده قليله، يعني غير كيذوب داك الفرomاج وكيتحمر وكنجبدها. هنا عندنا 2 اختيارات، يعني كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الكراطان ديالنا من بعد ما خرجناه من الفرن. وهنا كيكون عندنا 2 اختيارات. بالنسبه للناس اللي كيبغيو ياكلوا لي كراطان كيكون معلك، راه كتاكلوها وهي سخونه، يعني غير كتخرجوها من الفرن وكتاكلوها وهي مازال سخونه. كيكون داك لا بيغي ديال البطاطا كتكون مازال حتى هي سخونه ومعلكه، وداك الفرماج كيجي معلك يعني ودايب بزاف. وبالنسبه للناس اللي كيبغيوها بحالي انا، يعني حتى كتقصح شويه وكتشد في راسها، راه كتخليوها حتى كتبرد عاد تاكلوها. وفي هذا الفيديو هذا حاولت نعطيكم اقتراح لوجبه فطور، يعني المائده ديالنا ديال رمضان، كغطان اللي كتجي لذيذه لذيذه بزاف وفي نفس الوقت معلكه. والاهم من هذا الشيء انها ما كتواخدش معنا وقت طويل باش طيب. وهنا كيتسالى الفيديو ديالنا. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش من البارطاج ولي لايك، وما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. ونتلاقى ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده.